السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده معانا فيديو جديد. شايفين بقى الجمال ده؟ عاملين بقى ايه؟ حمام كداب في صينية بطاطس. عايزة اقول لكم خطيرة تحفة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اولا نسمي بسم الله. هنعمل بقى الرز اللي هنحشي بيه الفراخ معانا. معايا حل على النار، حطيت معلقه سمنه بلدي، حطيت بصله متقطعه مفرومه ناعم. نزلت لما دبلت كده، نزلت بقى بالتوابل: ملح، فلفل، كمون، كزبره، كاري، بابريكا، آه، وسنة كركم كده علشان ايه الرز يبقى معانا حلو. الرز مغسول بقى. انا عامله هنا كوبايه رز غسلاها ومصفياها. هنزل بيها بقى ايه على البصل بالتوابل اللي معانا، وهحط لها نص، يعني ايه، هتبقى نص سوا كده، فمش هكتر لها الميه. وهسيبها لحد ما تستوي، وهطفي عليها وهسيبها تهدى شويه كده، وبعدين ايه نبدا نشتغل بقى معانا بقيه الاكله معانا. معايا بصلتين او بصله كبيره، وقرن فلفل فرمتهم في الكبة، وحطيت عليهم بقى التوابل اللي احنا حطيناها للرز: ملح وفلفل وكمون وكاري وبابريكا، وفلفل اسمر طبعا. وايه وتبلت يعني دعكت كده البصل بالتوابل معايا. ومعايا الوراك اللي انا هعملها. طبعا انا جايباها مخليه جاهزه من عند الفرارج كده، غسلتها طبعا بالملح والليمون، وصفتها كويس ونشفتها. وهبدا اخد من الخلطه اللي احنا عاملينها بصل والفلفل بالتوابل اللي احنا حاطينها عليها، وهبدأ ايه اتبلها كده كلها. عايزة اتبل الوراك بالخلطة اللي احنا عاملينها، ايه علشان تبقى معانا متنكهة وطعمها حلو كده. بطاطس بقى حلقات كده في الطاجن اللي هشتغل فيه، وهبدأ احط عليه بقية الخلطة اللي احنا عاملينها، اللي هي البصل بالفلفل بالتوابل. هقلب بقى التتبيلة كلها كده في البطاطس معايا. وبعد ما تبلت بقى الوراك اللي هنشتغل بيها بالتتبيله اللي معايا، هبدأ بقى احشي الوراك بالرز اللي معايا اللي احنا عملناه. طبعا العظم كده مخلي كله كده، والوراك يعني فاضية من قلبها كده زي ما احنا شايفين، والجلد بتاعها حواليها. طبعا الجلد هو اللي هيمسك ليا الورك معايا. احشي كده الرز على قد المقدار. انا يمكن زودت المقدار شوية في الحشو، فيمكن ايه كان زيادة شوية، فبعض وحدات فرقعت فعلا، واحدة او اتنين، مش قوي يعني، بس ايه يعني نخلي بالنا ما نبقاش نحشيهم جامد كده. عملتها كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله حمامة حمامة يعني كبيرة وحلوة كده. طبعا احنا عارفين الحمام غالي قوي، فيعني ايه ناكل بقى. وكمان حتى الحمام مبيبقاش فيه لحمة قوي، ده بقى كده الورك ده كده محشي رز كده، بيبقى حاجة محترمة كده في الأكل ما شاء الله. هنستفيد طبعا بالتسوية معانا البطاطس تكمل معانا الأكلة وتبقى حلوة. حطيت بقى هنا 4 حبات طماطم فرماهم في الكبة، حطيتهم على البطاطس اللي فيها الخلطة اللي هي متبلة بالبصل والفلفل والتوابل بتاعتها. حطوا بقى الطماطم، وهبدأ ايه اكمل بقى حشو بقية الوراك معايا. الرز زي ما احنا شايفين الرز مستوي نص سوا، يعني انا وانا بسويه حطاله يعني ايه المية مش مغطياه، يا دوب يعني المية واصلة لاخر الرز كده، وبياخد غلوتين ونطفي عليه ونسيبه كده يتشرب المية بتاعته علشان ايه يبقى معانا نص سوا، ويستوي في قلب الورك كده، علشان لما نيجي ناكله نلاقي الرز مستوي كويس معاه. وطبعا علشان احنا مش هنحطه في ميه ولا حاجه، فطبعا ايه هو هيستوي البخار بتاع البطاطس معانا. في الطاجن ده انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه، اكتفيت بس بالسمانه اللي هتنزل من الوراك على البطاطس كده، اكتفيت بيها. لو انتوا حابين تزودوا سمنة او زيت زودوا، انا هنا ما حطيتش، اكتفيت بس بالصوص اللي هينزل من الوراك كفاية يعني.
طبعا هخلص بقى الكمية كلها زي ما احنا شايفين، وهقفل بخلة سنان زي ما احنا شايفين كده، علشان ايه لو مش موجود ممكن نخيطها بخيط عادي يعني، بس انا هنا عملتها بخلة سنان، قفلت كده زي ما انتوا شايفين. خلصت بقى الكمية كلها، شوية يعني الكبة كده شطفتها بس بربع كوباية مية صغيرة كده، علشان ايه يبقى فيها صوص كده، علشان تسوي معايا البطاطس وتسوي معايا الايه الحمام معايا. هاخد من الصوص اللي في البطاطس كده احطها، واما ادخلها الفرن برضو، واجي اشيل الفويل من عليها علشان تاخد وش برضو، هيبقى في صوص كده برضو ايه، هبقى اغطي بيه يعني ايه، ادهن كده وش الحمام علشان ايه ياخد لون معايا ويبقى حلو. هغطي بقى بورق فويل، وهدخله على الفرن في الفرن على الرف الوسطاني، هياخد حوالي نص ساعة متغطي، وبعد كده هكشفه 10 دقايق ولا حاجة، ياخد اللون اللي احنا شايفينه القمر ده. عايزة اقول لكم يا جماعة تحفة، البطاطس طعمها خطير مع الحمام الكداب كده، استفدنا بالحمام واستفدنا كمان باكل البطاطس تحت منه كمان. عايزة اقول لكم خطيرة، جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير. سلام عليكم.